السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هوريكم ايه اللي بيوفر علف، ومش شرط اي حاجة تحطيها تكون توفر علف، لا مش اي حاجة توفر علف وخلاص من غير فايدة. البطاطس جميلة والبصل والبطاطا. انا جبت له شوال بصل، بجيب له على طول والله. جبت له شوال بصل على بطاطس. الكيلو ب2.5 جنيه. بطاطس جميله اهي زي الفل، ما فيهاش اي حاجه، مش بايظه يعني. بنقطع له كل يوم علبه زي كده، حله دي كده مرتين، مره بالنهار ومره بالليل. مش دايما يعني مش كل يوم، لما بكون جايباله يعني، بس اما انزل كده والاقي شروه حلوه رخيصه بجيبها له. والبطاطا طبعا حلوه، والبطاطس للبهايم بالذات يعني. انا اعرف ناس بتزرعها مخصوص للبهايم، بيدوا العروش الخضراء للحلاب، للبهايم الحلب اللي بتحلب يعني. واللي هي البطاطا نفسها بيدوها للبهايم لعدول العلف. فنعرف يعني انها جميله هي والبطاطس يعني. اما بلاقي له شروه حلوه كده فبجيبها له. امبارح جبت له شروه كبيره، كان مالي الشوال ده كده، الشوال الكبير ده كان ماليه كده ب110 الكيلو، على 2.5 جنيه. حلو، بيوفر علف، بيوفر علف وكمان مفيده برضه. انا اعرف ناس بتديها زيها زي العلفه، كأنها بتديه علفة كده وتخلطها له على التبن. بس انا طبعا ما بستغناش عن العلفة. حتى لو وديه بطاطا بكون مديها قبلها حبة علف، مش نفس العلفة بس بديه علبة واحدة. لو هديله علبة ياكلها وانا موجودة وقاعدة جنبه يعني، واديله علبة تانية قبل ما انزل، لا لو هحط بطاطس او بطاطا او حاجة خضار يعني بديله علبة واحدة، وقبل ما انزل ارميله البطاطس او بطاطا ايا كان الحاجة اللي انا جايبها يعني. من هنا كده بتوفر علف ومفيدة برضو، مش بتوفر علف بس ومفيدة كمان. بنقطعها كده وبنرميها له بياكلها، بيحبها بصراحة، بياكل فيها حلوة أوي أكتر من العلف. أنا حاطه له علفة، أول ما شافنا بنقطع له كده ساب العلف ساب العلف وبيبص عارف إن احنا هنقطع له وهنرميه دلوقتي. في ناس في ايام البصل اللي هو البصل الاخضر ده ابو عروش بتنزل بالعربيات بصل وترميها للبهايم، حلوة قوي. ده بصل على بطاطس، الاتنين بصل ابيض على بطاطس. بياكل فيها حلوة قوي اكتر من العلف يعني. لو عطيتله علفة وكل مثلا، لو كل علبتين من دي ممكن ياكل 4-5 علب. بيحبها يعني، حلوة يعني. خلاص قطعنا ليه، هنحط له. بياكل فيها حلوة قوي اكتر من العلف. بصوا بسم الله ما شاء الله، خلطيها على العلف، خلطيها. هو بياكل فيها حلو اكتر من العلف. هو لو كان كل العلفة دي انا ما كنتش خلطت له عليها علف، انما انا هخلطها له على العلف كده فهياكلها بالعلف بتاعها. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. مش بس مفيدة، كمان بتوفر بسم الله ما شاء الله، بتخلي البهيم يملى بطنه اكل كده وبياكل كتير. وكمان لما بتاع البرسيم ما بيرميش برسيم، بيغيب يعني يوم ما يرميش برسيم. وعندنا خضرة خضار يعني من اللي احنا جايبينه، بطاطس بطاطا بصل اي حاجة يعني، بنقطع له مكان البرسيم. لكن في برسيم الصبح نروح مدينه علفة ويشرب، نرميله البرسيم ونسيبه بقى على قبل الظهر، بنروح مدينه علبة بطاطس خضار ايا كان يعني، بطاطس بطاطا اي حاجة يعني. وبالليل بنديله واحدة برضه. هي ملهاش ميعاد يعني، ممكن تحط في اي وقت يعني، بس انا عشان ما استغناش عن العلف خالص بديله علف وبعدين اديله برضه، بس مش بزود علف زي ما بحط له
يعني بحطش علف قد ما انا بحط له. هو مفيش خضار، مفيش بطاطا، بزود علف. في بطاطا او بطاطس بحط علف قليل، مثلا لو احط علبتين بحط علبة واحدة بس. بصوا بسم الله ما شاء الله، بياكل فيها حلوة قوي. العلفة اللي ما كانش واكلها لما اتخلطت على البطاطس والبصل ده هياكلها بسم الله ما شاء الله كلها وتملى بطنه. بصوا وطبعا احنا يعني اي حد بيربي حاجه يعني في المدن لازم يدور على حاجه موفره، لان في الارياف في برسيم من الغيط، هيحطوا برسيم كتير، هيحطوا دروه، هيحطوا اي حاجه موجوده من الغيط هيجيبوها يحطوها البهيم ياكل ويشبع. لكن هنا لازم تدور على اي حاجه موفره. وبرضو بيجيبوا بطاطا او بيزرعوها او بيشتروها للبهائم اللي هي العلف العجول في الصعيد، بيشتروا لها بطاطس وبطاطا، او يزرعوها كمان اللي عنده ارض بيزرعها. وبيشتروا البصل، ولو زارعين بصل وبيقطعوا العروش بتاعته بيرموها للبهائم بتاكلها. العروش بتاعت البصل جميلة قوي. انا اعرف ناس بتشتريها بالعربيات، اللي هو البصل الاخضر ابو عروش ده، ويرموه للبهايم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناة. شكرا جدا والسلام عليكم.